افضل 10 افلام مصريه في 2019، ودي من ضمن سلسله الحلقات، يعني الحلقه اللي جايه تبقى افضل 10 افلام مصريه في 2018 وهكذا. ومن غير مقدمات كتير نخش على المركز العاشر. فيلم نادي الرجال السري، واللي من اخراج خالد الحلفاوي وتاليف ايمن الوطار، من بطوله كريم عبد العزيز وماجد الجدواني وغادة عادل ومنصرين طافش وبيومي فؤاد. بتدور الاحداث في اطار كوميدي حول مكان بيجتمع فيه الرجاله وبيسموه نادي الرجال السري. في نفس الوقت الفيلم بيسلط الضوء على علاقه جواز استمرت لاكثر من 10 سنوات، فبتصاب مراته فجوه كبيره وبتقعد تراقبه طول الوقت في مفارقات كوميديه. الفيلم صراحة على مستوى الكوميديا كان موفق جدا، واللي كان مميز جدا في الفيلم بالنسبة لي الأداء بتاع ماجد الجدواني والأداء بتاع بيومي فؤاد. من احلى الاداءات في الفيلم. بيومي فؤاد عمل دور مش كبير بس جميل جدا صراحه ومؤثر، وقدم كميه ضحك مش قليله. فيلم جميل جدا ويستاهل المشاهده. ونروح للمركز التاسع. فيلم سبع البرومبا، اخراج محمود كريم وتاليف لؤي السعيد، من بطوله رامز جلال وجميله عوض وبيومي فؤاد ومحمد عبد الرحمن ومحمد ثروت ومها ابو عوف. واللي قصته بتدور في اطار كوميدي رومانسي عن شخص اسمه عمر بيتجوز من حبيبته نسمه، رغم ان ابوه كان رافض الموضوع جدا. تعرض مراته لحادثه بتخليها تخش في غيبوبه وبتفقد الاحساس بالامان معاه، فبيلجأ للعلاج من خلال الطب النفسي. فيلم صراحة على مستوى الكوميديا كان جميل جدا، من أول الفيلم لآخر الفيلم. فيلم من أفضل الأفلام الكوميدية اللي نزل الفترة الأخيرة. في نفس الوقت فيلم كوميدي بيقدم قصة كويسة وبضيوف شرف كتير جدا صراحة، بس كلهم كان دورهم جميل جدا. فحقيقي فعلا فيلم ككوميديا كويس جدا ويستاهل المشاهدة، وقدم قصة كويسة والريتم بتاعه كان حلو، والنهاية كانت جميلة جدا. فيلم يستاهل المشاهدة. نروح للمركز الثامن. فيلم حملة فرعون، في إطار تشويقي حول يحيى الشهير بفرعون، اللي بيدير أكبر شركة اغتيالات منظمة في مصر، واللي بيضطر إن هو يسافر سوريا لتحرير ابنه من منظمات تابعة لداعش، وده طبعا من خلال المساعدة من كذا حد من أصدقائه، واللي فاكرين إن هم رايحين هناك مش من أجل تحرير ابنه، من أجل الحصول على كنز. الحاجات الجميلة في الفيلم الأداء بتاع عمرو سعد، عامل الدور بطريقة جميلة جدا صراحة، والكيمياء بينه وبين محمد لطفي كانت ولا أروع. فيلم حلو جدا صراحة، ما يعتبرش فيلم سيء، رغم إن فيه ناس كتير جدا طلعت في السنة دي قال عليه فيلم وحش. فيلم صراحة ما وصلش المرحلة دي. هو فيلم بسيط، فيلم لا منه معقد ولا منه اوفر ولا منه هو فيلم الواو. قدم قصة كويسة وبأداء جميل جدا من أغلب الممثلين، بالأخص عمرو سعد، وفي نفس الوقت بريتم مش واقع. ريتم الفيلم جميل جدا، ببساطة الفيلم يستاهل المشاهدة وفيلم كويس جدا. ونروح للمركز السابع. فيلم كازابلانكا، من بطولة أمير كرارة وعمرو عبد الجليل وإياد نصار وغادة عادل ومحمود البزاوي. بتدور أحداثه في إطار إثارة وتشويق حول ثلاث أصدقاء بيشكلوا عصابة للسطو على السفن، واللي بيطلق عليهم اسم هجامين البحر، وبيتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا للحصول على ألماس من سفينة معينة. الحاجات الجميلة في الفيلم الأداء صراحة بتاع عمرو عبد الجليل، عامل الدور بطريقة جميلة جدا، من أحلى الأدوار اللي شفتها لعمرو عبد الجليل في تاريخه. والريتم بتاع الفيلم جميل جدا، والقفلة بتاعته كانت كويسة جدا، وفي نفس الوقت برضه الأداء بتاع أمير كرارة كان كويس جدا. والاكشن اللي اتقدم من اخراج تميمي فده شيء لا نقاش فيه. عامل اكشن حلو جدا صراحه. ببساطه فيلم جميل ويستاهل المشاهده. كاكشن ككوميديا بالاخص من عمرو عبد الجليل، كريتم احداث، كقفله، كبدايه، فيلم جميل جدا صراحه. ونروح للمركز السادس. فيلم قصة حب، واللي من بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد وعلى رشدي وحنان سليمان، واللي قصته بتدور حول المهندس يوسف، واللي أخوه بيحاول إن يخليه يتجوز، ولكن يوسف بيمر بحادثة ومن خلالها بيفقد بصره. من الحاجات الجميلة في الفيلم القصة فعلا كانت جميلة جدا ومؤثرة واتحكت بطريقة حلوة، وريتم الفيلم كان جميل جدا، والأداء التمثيلي من أحمد حاتم كان ولا أروع صراحة، وهنا الزاهد برضه نفس الكلام، والكيمياء اللي ما بينهم كانت جميلة جدا صراحة. فيلم جميل جدا صراحة من كذا نقطة، كأداء، ككيمياء، كريتم. حقيقي فعلا فيلم جميل جدا ويستاهل المشاهدة. ومن غير كلام كتير نخش على المركز الخامس. فيلم ولاد رزق الجزء الثاني، من اخراج طارق العيان، ومن بطولة احمد رزق وعمرو يوسف واحمد الفيشاوي واحمد داوود وكريم قاسم. الحاجات الجميله في الفيلم دوت التصوير صراحه كان جميل جدا، الاخراج من طارق العيان كان ولا اروع من كده، الاكشن اللي اتقدم فيه مشهد سيارات اتعمل في وسط البلد كان ولا اروع، تحس ان انت بتتفرج على فاست اند فيرس مش فيلم ولاد رزق الجزء الثاني. حقيقي فعلا اتعمل بطريقه تحفه. كذا نقطه في الفيلم تحسها اتصرف عليها جدا. الريتم بتاع الفيلم صراحه برده كان موفق جدا، والقفله كانت جميله جدا. من افضل الافلام اللي نزلت في اخر كام سنه في السينما المصريه. ومن غير كلام كتير نخش على المركز الرابع. الفيلم العالمي والمظلوم إعلاميا وتجاريا، فيلم الضيف، من إخراج هاني الباجوري وتأليف إبراهيم عيسى، ومن بطولة خالد الصاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وجميلة عوض وماجد الكدواني ومحمد ممدوح، واللي قصته بتدور في إطار درامي حول شاب بينزل ضيف على العشاء عند أسرة الدكتور يحيى حسين الرجاني، دعوة من بنته اللي بتحب الشاب دوت، ولكن الدكتور يحيى حسين بيعيش أسوأ أيامه بسبب الحراسة اللي اتحطت عليه، بسبب التهديدات اللي بتجيله بسبب آرائه الجريئة، وبيتحول العشاء إلى لقاء مثير بين الضيف والأب.
من الحاجات الجميله في الفيلم القصه اللي اتقدمت بطريقه جميله جدا صراحه، والريتم بتاع الفيلم ريتم تصاعدي بشكل ولا اروع. من اول الفيلم لحد اخر الفيلم مفيش دقيقه ملل، مش هتحس ان الفيلم عدى. القصه اتقدمت بطريقه حلوه جدا. الاداء التمثيلي من كل الممثلين صراحه كان جميل جدا، بالاخص خالد الصاوي عمل الدور بطريقه تحفه مش طبيعي فعلا. التاليف كان جميل جدا صراحه من ابراهيم عيسى. الحوارات كانت جميله جدا. السيناريو كان مكتوب كويس جدا صراحه، من افضل الافلام اللي شفتها في تاريخ حياتي كفيلم مصر حرفيا بدون مبالغه. بحب الفيلم ده جدا صراحه وبستمتع بيه، كل مره بتفرج عليه بستمتع اكتر. مش من الافلام اللي بتفرج عليها مره وخلاص كده زهقت او خلاص عرفت النهايه هيحصل كذا. فيلم جميل جدا، واتوقع ان اغلب اللي هيتفرجوا عليه مش هيتوقعوا النهايه خالص. جميله جدا صراحه وجاب بطريقه مفاجاه قوي. حقيقي فعلا فيلم عظيم، وشابوه لكل طاقم العمل على الفيلم العالمي ده. ونروح للمركز الثالث، فيلم الكنز الجزء الثاني واللي بعنوان الحب والمصير. بيناقش كذا حكايه، منها الحكايه بتاعت العصر الفرعوني والحكايه بتاعت حتشبسوت. كانت جميله جدا في الفيلم، واللي عجبتني التصوير والكادرات كانت جميله جدا صراحه، والاداء التمثيلي من اغلب الممثلين بالاخص محمد سعد ومحمد رمضان. على مستوى الريتم برضه الفيلم كان ناجح جدا صراحه، وما كانش فيه ملل خالص. فيلم جميل جدا ويستاهل المشاهده، ومن افضل الافلام اللي لسه في تاريخ السينما المصريه اصلا بالنسبه لي، او على الاقل في الالفيه الجديده. فيلم جميل جدا واتصدم تجاريا واعلاميا في السنه دي. فيلم عظيم ويستاهل المشاهده. ومن غير كلام كتير نخش على المركز التاني، فيلم الممر، واللي من اخراج وتاليف شريف عرفة، ومن بطولة احمد عز واحمد رزق واياد نصار واحمد فلوكس ومحمد فراج واحمد صلاح حسني. الفيلم بيسلط الضوء عن حرب الاستئناف ومدى تاثيرها على الاشخاص اللي كانوا موجودين في الكتيبه اللي كانت تبع الحرب دي. فيلم حقيقي فعلا جميل جدا، ومن افضل الافلام الحربيه اللي نزلت في تاريخ السينما المصريه. اتصرف عليه بشكل كويس جدا واتقدم بطريقه جميله، ده طبعا بسبب ان هو من اخراج العالمي شريف عرفة، واللي كان عامل الفيلم اخراجيا بطريقه جميله جدا صراحه، وعمل اللي عليه حرفيا. والاداء التمثيلي كان ولا اروع، بالاخص اياد نصار واحمد عز عاملين الدور بطريقه جميله جدا. والريتم بتاع الفيلم كان جميل جدا وماشي بريتم تصاعدي ومؤثر جدا صراحه في كذا مشهد. فحقيقي فيلم عظيم ويستاهل المشاهده. ونروح للمركز الاول، فيلم الفيل الازرق الجزء الثاني، من اخراج مروان حامد ومن تاليف احمد مراد، من بطوله كريم عبد العزيز وهند صبري ونيللي كريم واياد نصار. وقصته بتحكي عن دكتور يحيى راشد، واللي بتجيله مكالمه واللي من خلالها بيرجع الشغل، وبيكتشف ان حياته وحياه اسرته كلها في خطر، وقدامه 3 ايام لحل اللغز. من افضل الافلام اللي نزلت في تاريخ السينما المصريه حرفيا، ومن اقرب الافلام لقلبي. حقيقي فعلا فيلم كلمه ممتع قليله، كتصويريا كاخراجيا ككذا نقطه. ممكن نقعد من هنا للصبح نتكلم عن الفيلم ده ومش هزهق منه. كإخراج من مروان حامد، من أفضل الأفلام إخراجيا شفتها. كقصة اتقدمت من أحمد راب كانت جميلة جدا، وبالأخص القفلة عملها بطريقة حلوة قوي. الأداء التمثيلي من أغلب الممثلين بالاخص هند صبري وكريم عبد العزيز عامل الدور بطريقة جميلة جدا. الموسيقى التصويرية اللي كانت ولا أروع من هشام نزيه. الريتم بتاع الأحداث، طريقة السرد وإنك تحكي القصة في 3 أيام، الكيميا بين الممثلين، السينماتوجرافي اللي كانت موجودة في الفيلم. فحقيقي فعلا الفيل الأزرق الجزء الثاني فيه نقط كتير جدا نتكلم عنها في الفيلم دوت، احتمال تاخد فيديو لوحدها كامل. بس صراحة من أفضل الأفلام اللي شفتها في حياتي كفيلم مصري. وبس كده، طبعا حد متابعة وسلام.